رسميا يا اخواتي الاهلي ياخد اول قطر ويتكل على الله على القاهره عدل. واحد هيقول لي ليه؟ ما احنا لسه فاضل لنا ماتش، ممكن نكسب بورتو ونصعد. هقول لك لا يا حدق، لان انا اتفرجت على ماتش انتر ميامي وبورتو، وانتر ميامي المصيبه السوداء اللي هي كسبت بورتو، يعني سبحان الله. فبقى كل واحد فيهم عنده كام؟ بالمناسبه عندها 4 بونت، وانتر ميامي عندها 4 بونت، وانت عندك نقطه وبورتو عندها نقطه. لو انت كسبت بورتو هيبقى عندك 4، والفرقتين التانيين هيبقى عندهم كل واحد 4. أي حد فيهم خسر يصعد عليك. هتقولي ليه؟ لو انتر ميامي خسر، أقول لك لو انتر ميامي خسر يصعد عليك بالاربعه بونت برضو اللي عنده بفرق الاهداف، لان هو جايب جوان اكتر منك. طب بالمراس خسر هيبقى عنده 4 بونت بس هيصعد عليك بالمواجهات المباشره. فانت يمين شمال، لو ربنا نفخ في صورتك وكسبت بورتو بالسكواد اللي معاك ده، واللهم صل على النبي، واللعيبه الجميله اللي معاك ديت برضه هتخرج. فانا عايز اقول لك انت ما تلعبش بورتو، انت تتكل على الله وتاخد بعضك، تركبوا الطياره وترجعوا حسين الشحات وتريزيجيه مشي. الاثنين دول يرجعوا مشي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتصرونا باذن الله في الدوري المصري وفي افريقيا، لان دي هي العقليه بتاعت اللعيب المصري. عمرك ما هتعرف تلعب مع المستويات ديت، لان ده تمامك. اهلا مسا عليكم.